السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد، فيديو سلسلة إعادة بناء مولودية جزائرية. إذا بغيت مثل هذه السلسلة، إذا وصل الفيديو إلى 5 لايكات فعلى الجزء الثاني من إعادة سلسلة بناء مولودية الجزائر. الآن ستكون البداية إن شاء الله، تكون بداية أفضل. والآن مرحبا إلى الجزائر، لبداية ستكون قوية. سنفعل نفس الصورة، سنشتري 3 لاعبين كما فعلنا لنادي اتحاد العاصمة. الآن سنحاول أن نشتري اللاعبين. سنحاول الآن أن نشتري المصراتي بسعر 32 مليون يورو. أول ونحاول أن نشتري الخط الوسط الدفاعي الآخر الثاني. سنشتري الصخراتي ب29 مليون. وسنحاول نشتري مدافع. سنرى المدافعين الموجودون. وسنشتري كوليفالي بسعر 33 مليون يورو. سنبدأ الآن البدايات الأولى للفريق في مباراة ودية أمام هذا الفريق، والفوز بهدفين دون رد. سنحاول بيع هذا اللاعب، والأموال الفريق اللي كانت عندنا سنحاول أن نشتري مهاجم. سنبحث عن مهاجم، والمهاجم بلاتي لا، سنحاول نشتري مهاجم يكون إفريقي أفضل. وسنحاول نشتري جاكسون، ويقبل جاكسون لاعب تشيلسي يذهب إلى الفريق. سأول مباراة قويمة صفاقس التونسي وفريقنا المولودية يفوز بهدف نظيف في اتحاد العاصمة يخسر أمام الهلال في السوبر بثلاثية. أول مباراة في الدوري، هل يفوز النادي؟ جاكسون يسجل، جاكسون والرباعية. سي ممتاز تشتري لاعبين أفارقة تكون أفضل، حتى الأجواء يكونوا عايشين أجواء ممتازة. التعادل، مباراة صعبة أمام السبب بنوستيد، فهل هو الفريق اللي يفوز؟ جاكسون والهدف الرابع، فوز برباعية للنادي المولودية. أوه حذاري، أول التعثرات أمام هذا الفريق. وهل يفوز الفريق أمام اليوسما يوسفي؟ ولكن الانتصار وعودة بالخماسية. وفي المباراة يفوز بثنائية أمام فريق بارادو، جاكسون يسجل الهدف الأول والهدف الثالث. المباراة الذي حتى الآن جاكسون يقدم أداء رائع جدا. جاكسون هو الفوز بثنائية. الصدارة حتى الآن للغريم وفاق سطيف. فوز قاسي بخماسية، ومباراة للصدارة أمام وفاق سطيف. يوسف البليلي يسجل. وتتلان المباراة الكبيرة أمام اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة والفوز على الاتحاد والصدارة. سنحاول بيع هذا المهاجم، ليس لدينا أصلا أموال لنشتري مهاجم آخر حتى الآن. هل بإمكان الفريق الانتصار ويفوز بالثلاثة؟ والمباراة القادمة مع الشباب بنوستاد مباراة صعبة ستكون، ولكن فريقنا يقدم أداء ممتاز والانتصار حتى الآن. مباراة أمام الفريق
والفوز بثنائي. بأمس 2 الخماسية. على أن المباراة يفسي بارادو. هل بارادو سينتصر؟ هل يفعل بارادو علينا؟ ويفعلها ويفوز علينا حتى الآن. والآن ربما ديت تاني خسارة. هذا الفريق حتى الآن تاني تعثر متتالي في الربع النهائي. ريمونتادا لا، والإقصاء من الكاس من الربع. 3 تعثرات حتى للفريق. هل يكون التعثر الرابع؟ لا، هذه المرة لا. زاكسون يفعلها ويسجل هاتريك، والهداف وسام لاعب بسبب الوزداد. حتى الآن علينا صعب نأخذ الثنائية الآن. الدوري هي الوزارة التي بقت لنا، ونقترب من أجل الدوري نحسمها. أما حتى الآن أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوسف البلايلي يسجل، والبطولة لنا والدوري لنا. المباراة فهل نفوز؟ جاكسون يسجل ثنائية، والهداف يقترب جاكسون. هل بالإمكان يمشي الفريق الجزائري حتى الآن؟ يمشي جاكسون ويسجل. استدار حتى الآن. السبب القبيل هو فوز عليها بالرباعية، والله صدارة الهداف تعود جاكسون. هذه المباراة حتى الآن ولا انتصار بالثنائية، والهداف عادت لأسامة. الأهلي حتى الآن يكسب الجداد بطل الكاس، الزمالك بطل الكونفدرالية، والدوري الأبطال الهلال والريال مدريد يأخذ كأس العالم للأندية. وموسم تاني فهل يكون أفضل لنادي الاتحاد العاصمة؟ كرة ذهبية كيفي دي بروين. والآن سنبدأ الموسم الثاني عفوا. فهل الفريق والصفقة الأولى حتى الآن ستكون حكيم زياش نادي أياكس. الصفقة الثانية ستكون في الظهير. سنحاول أن نشتري ظهير يكون ممتاز. نبحث عن ظهير ممتاز حتى الآن. وبعد البحث اشترينا دي ماركو. والآن حارس المرمى سنحاول أن نشتري حارس. فالحارس المرمى سيكون الكبير وهو أونانا ب33 مليون يورو. أونانا لاعب للفريق حتى الآن هو الفريق. ستبقى أخيرا لاعب مهاجم، والمهاجم الذي سيكون بالتي سوف نحيد نبيع بعض اللاعبين. والمهاجم الذي سيكون هو أمين عقلي ب14 مليون يورو. ومباراة ودية صعبة أمام الأهلي المصري أمام نادي القرن، ومباراة مهمة لفريقنا والانتصار في هذه المباراة. الكلاسيكو الكبير في السوبر، والزمالك يكتسح الأهلي ب4 أهداف. مباراة بداية أمام الشباب بلوزداد. أمين عدلي يسجل جاكسون، والثنائية أمام بارادو ويوسف البلايلي. جاكسون يسجل. ومباراة هذا عاوتاني أمين عدلي جاكسون وتهدى بثنائية.
وأمام اتحاد العاصمة في الديربي مباراة من عتلة ساكسون وتشاتشي بالثلاثة في تصفية دوري أبطال أفريقيا. الحكيم زياز وعتلي يسجلون وتشاتشي بثنائية أمام الوفاق سطيف. مباراة صعبة والتعثر بالتعادل. ومباراة أخرى أمام فريق بيور يونايتد وزاكسون والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا. بعد الغيابات مباراة ستكون صعبة ولكن الفريق يفوز بثلاثية. مباراة بدون غيابات بسبب القبائل وتتبع بثنائية زاكسون والمصراتي. وحذر خسارة كاسحة بالخماسية، خسارة صادمة جدا أمام هذا الفريق. غريبة جدا الخسارة بخمسة أهداف أمام فريق لديه نجمتين وأمام فريق لديه أربعة. أصد فريق يقدم أداء في المركز الثاني، قدم أداء صراحة كبير جدا. هنا نبيع المصراتي لا نخليه حتى الآن. التعثرات تبدأ، التعثرات وزاكسون ينقذنا. واتن موسم صعب جدا للفريق، مباراة لن تكون سهلة والانتصار بثلاثية في مجموعة لن تكون سهلة. زاكسون الصخيري والتتبع الرباعية. جاكسون يسجل والهاتريك من جاكسون والهداف جاكسون ومن أدلي. والمباراة الصعبة أمام الرجاء أمام كازابلانكا. أمين عتلي يسجل الهدف الوحيد ليونيل أمور وينهي نصف موسم. حتى الآن صراحة نصف موسم صعب جدا. حتى الآن الهداف هو جاكسون 21 جول وخمسة تمريرات، 20 ماتش 14 جول و7 اسيست ليمين عتلي. يعني لدينا هجوم ممتاز جدا. أمين عتلي يسجل وتنتهي المباراة ب3 أهداف. مباراة أمام شباب بلوزداد والانتصار بثنائية نظيفة. والمباراة أمام فريق كوب تاون سيتي والانتصار عليه بثنائية. أمام اف سي بارادو أمين عتلي يسجل وتتبع الرباعية. الصدارة الآن، الانتصار الصدارة من عتلي جاكسون عتلي وتتبع خماسية وتعود الصدارة لأصحابها في المباراة دوري أبطال أفريقيا والانتصار بالرباعية. والرجاء غريبة 4 مباريات للرجاء لم ينتصر ولا مباراة، كل مباراة يخسر ب1-0. غريبة جدا. والمباراة أمام الرجاء للأمل الصعب للتأهل ولكن عقلي وخسارة الخضر بالخماسية ويودع الرجاء رسميا البطولة ب0 نقطة. من عتلي أمام اتحاد العاصمة والمباراة تأتي ب3-2 والصدارة مازالت أمام الوفاق سطيف. بسلال المباراة زاكسون يسجل، حكيم زياز وتأتي ب4-1. آخر مباراة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وتنتهي بالانتصار بثنائية. والرجاء أخيرا يفوز مودع ولكن اللهم ينتصر. الآن مباراة الربع النهائي، هل تكون الخسارة غريبة جدا؟ الإقصاء لثاني مرة على التوالي من كأس الجزائر من الربع النهائي. حتى الآن فريق اللي عملنا حلقة على نادي اتحاد العاصمة فاز بالبطولة مرتين، حتى الآن نقترب منها مرتين. فاز بالكأس الجزائر مرتين، حتى الآن خلاص خسر كأسين، 0 كأس من الجزائر
فاز بالكونفدرالية، والجزائر لم يشارك المولودية في الكونفدرالية. دوري أبطال أفريقيا آخر خد مرة، وهذا لم يأخذ حتى الآن. يعني حتى الآن فرق بسيط بين اتحاد العاصمة والجزائر بعد ما فاتوا بلقبين كأس عرش، عفوا كأس الجزائر. حتى الآن الربع النهائي يبدأ، مباراة صعبة والتعادل. جاكسون هداف الدوري حتى الآن. مباراة الجولة من عدل يسجل ويوسف تايو والثلاثية. حتى الآن والصدارة. أمين عتلي يسجل، عتلي وجاكسون والسداسية، وينتهي الدوري، وتبدأ الأمور الصعبة مع الزمالك المصري. هل يفعل الزمالك حذيري والتعادل؟ صن داونز خلاص يتأهل الفينال. حاد من عتلي زياز، ويسجلون الثلاثية ويتأهلون للنهائي سبب نزداد المرة الثالثة التوالي يأخذ الكأس. زياد جاكسون خلاص، والثالث عطلي، ودوري أبطال إفريقيا يأخذ النادي الجزائري المولودية. على الجولة الفينال، المباراة حتى الآن ولا انتصار، والتأهل في النصف النهائي فلامينغو. الفلامينغو يسجل الثاني والخسارة من نصف النهائي، وسنلعب على المركز الثالث. زياد عطلي يسجلون، واختلف البرونزية، وفريق باير ليفركوزن يفوز. المنتخب الجزائري مشارك في دوري أبطال أفريقيا، عفوا في كأس أفريقيا، ويتأهل للنصف النهائي، ويتم الكاميرون وينتقم، والنهائي لمنتخب الجزائري، ولكن سقيق مصر تفوز بثنائية. وحتى تنتهي الحلقة. كانت حلقة طويلة جدا، ما الذي يريد أن نفعل حلقة ثانية لمولودية الجزائر يقول في التعليقات، ويريد فريق آخر يقول في التعليقات. إلى اللقاء، إلى حلقة.